السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الكلام بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. أنا مش هقول لك اعمل اشتراك ولا هقول لك تابع الصفحة. والله كل واحد حر في رأيه وحر في دماغه، زي ما تجيب تجيب. وأنا فاهم الناس يعني بتحب تجري ورا صفح تاني. احنا الحمد لله بنقدم حاجة يعني على قد حالنا. بس الواحد يعني بصراحة من أمس يعني الماتش اللي حصل بين الأهلي وصن داونز ده يعني خلى الواحد صراحة يعني يكره الكرة المصرية كلها. يعني ما شاء الله الفريق رايح وعلى أساس إنه حتى يتعادل مش يكسب، يتعادل يدخل فيه 5 أهداف، 5 أهداف يدخلوا فيهم. أنا مش عارف كيف. والله تحس اللعيبة مش رايحة تلعب، رايحة تتدرب، رايحة ماتش ودي، مش رايحة تلعب على بطولة، ولا رايحة ان اكون او لا اكون. انت الماتش اللي كانوا رايحين فيه ده يا حبيبي ماتش يعني اعتبر ماتش يعني قمة. انت في الماتش في ماتشاتك الدوري مع بنقول اي نادي في الدوري المصري عندنا بنحب انك تكسبه. بس ده مش بطولة يعني ان احنا نفتخر بيها قوي. لا، الدوري عندنا ولا اي دوري في في اي منطقه مش مقياس لمدير فني ولا مقياس لاعبي. اللاعب الصح لما يلعب بره بلده، هو صح اللي يلعب بره بلده ويقدم مهاراته. انتوا كلكم على بعضكم خيخه، عارفين يعني ايه خيخه؟ والله العظيم. ولا واكتر واحد محمد الشناوي اللي مفكر نفسه ده يعني حارس مرمى ريال مدريد ولا برشلونة ولا باريس سان جيرمان. ايه يا عم، ايه مالك يا عم؟ الاهداف بتخش فيك كده ليه؟ لا انت ايه الحكايه؟ خلاص كبرت ولا خلاص؟ ما هو الاهلي ده م- ما فيكش مالكش بديل. يا حبيبي بديل احسن منك، بس العيب على المدرب الفاشل ده. مدرب فاتح الجيم على الاخر. يعني حتى الراجل اتعدلت ماشي، يا اخي شويه هد اللعب يا اخي ودافع شويه. يا اخي دافع يا راجل، اطلع متعادل حتى على ابسط شيء. يعني في دقيقتين ولا 3 دقايق يخش فيك هدفيا، ازاي مش عارف؟ ازاي إيه الدفاع بتاعنا نايم والحارس المرمى نايم وما عندناش هجوم؟ ايه هو ده؟ ده والله ما كان ماتش، ده مش كان ماتش كوره، ده كان كوره سلي. يعني عاد الحمد لله ما خش فينا 5 على كده. انا قلت يخش فينا 10 ولا دستة والله العظيم. ده نحمد الله على كده. يعني الحمد لله ان احنا نعمل على كده وقدر الله ما شاء فعل. واحد رايح تلعب فريق تقول لا لا ويقول لك لا ده احنا في المؤتمر لا ده الفريق بيلعب الساعة 3 العصر ولا الساعة 4 العصر. ليه يا حبيبي؟ وانت في قارة تانية وهم في قارة واحنا في قارة ولا ايه؟ لا يا حبيبي، احنا كل الشمس اللي عندهم هي عنديني، والجو اللي عندهم ما يفرقش عن عندنا حاجة يعني خالص يعني. وانت عارف رايح تلعب فين. هم لما جو عندنا في مصر لعبوا ازاي؟ ما هم لعبوا بقوة نفس القوة اللي راحوا لعبوا بيها، وقدروا يتعادلوا عليها وكان هيكسبوك. لكن انت بتروح هناك عارف نفسك ان انت خايب، ورجليك بتخبط في الجيران ورايح زي ما اقول سد خاني العب ماتش وراجع. طب خلاص اديك طلعت بره البطولة. انا يعني ببصم بالعشرة انك انت طلع بره البطولة خلاص. عشان خاطر المدير الفني اللي مش عارف اصلا يوظف اللعيبه في مكانه، ولا عارف يسيطر على اللعيبه. مدير فني باين عليك دلدوله يعني، مش عارف جابوك من اي داهي. انا مش عارف صراحه يعني نعيب في مين ولا في مين، كله معيوب. رحنا السودان، اتغلبت في السودان 1-0. تقول لي الجماهير عملوا، الجماهير سووا. لا لا لا، اوعى تعلقوا الاخضاع على الشماعات البارده اللي بتاعتكم دي. لا يا حبيبي، انت اللي عايزها تفوز لو هتفوز انت بمجهودك، انت باسمك كاهلي. راجل بطولات واخدها، مش عايز نقول كام بطوله. وانت راجل يعني افريقيا دي عارفها من اول ما بدات. يعني من اول ما بدات وانت في افريقيا بتلعب. واللي مش كد النادي ولا مش كد يدرب النادي يا ريت ما يقعدش فيه. واحنا عارفين ان الكابتن محمود الخطيب ده راجل طيب، راجل طيب صراحه، طيب طيب يعني. يا ريت يعني يا كابتن محمود لو سمحت يعني بلاش تحرق دمنا شويه بشويه الهلس اللي انت جايبهم دول. جايب الواحد
مش عارف اسمه ايه اللي جاي ده جديد ده، يا اخي جبت لنا قسما بالله صفقة عيانة زي اللي جابه. بيرسي تاو شوية نقول هو اللي راح لعب في سان داونز، بس اللي كان مجتهد شوية وبيجري ويلعب. الحمد لله ان في واحد عندنا طلع عنده حماسية شوية. مش عارف نقول ايه ولا نعيديها والله، وربنا يتولاني. الله وربك ان شاء الله يعمل اللي فيه الصالح. بس يا ريت يعني يا ريت ما نعلقش اخطائنا علشان ما عاد فاضي. الواحد نقول لعيب يقول انا ما لعبتش، يقول انا ما لعبتش، ما كنتش قدر المسؤوليه ولا قدر الاسم اللي انا بلعب بيه نادي الاهلي والجماهير نادي الاهلي. طب انا مش هتفرق معايا والله، تفوز تتغلب تتجندل على راسك، مش هتعب راسي بحاجه. بس عيب، عيب كنادي كبير زي ده يخسر الخسارة الكبيرة دي تاني مرة. الخمسة دي 5-0 لو هو السنة اللي قبل اللي فاتت، والمرة دي 5-2. عيب يعني، عيب. مش هتبقى عقدة فيكم صن داونز يعني خلاص كده، ولا هي مش هيقدر تعديه. نتمنى من المدربين الناس المسؤولة عن النادي يا ريت تحسوا بالماتشات اللي انتم بتلعبوها، وتلعبوها بحماس وبجدية شوية. ماشي. مع تحياتي لكم أبو فارس الصعيد، لا تنسونا بالاشتراك ودعم القناة. في أمان الله وحفظه. في أمان الله.